السلام عليكم يا شباب. هنتكلم سريعا عن ماتش بالميراس وبورتو. ماتش كان الساعة 1 بالليل، فجر يوم الاثنين. الفرقتين كويسين، فرقتين لياقة بدنية عالية، فرقتين أقوياء جدا في الالتحامات. بالميراس طبعا يتفوق عن بورتو شويه. انا شايف مستوى يعني امبارح بالميراس اقوى من بورتو شويه، مهاره، اصرار، نيه على احراز الاهداف. بورتو كان بيدافع اكتر يعني. فهو الماتشين صعبين طبعا بالنسبه للاهلي، بس هو ماتش بالميراس اللي هو يوم الخميس الجاي ده اقوى، يعني ماتش اقوى بكتير ماتش بالميراس. فالاهلي لو نجح ان هو يعمل اي نتيجه ايجابيه ان شاء الله، حتى التعادل مع بالميراس هيبقى بصراحه اعجاز تاريخي يعني. ماتش بورتو اللي هو الماتش الاخير للاهلي هيبقى اسهل شويه من بالميراس، بس ماتش مش سهل، ماتش صعب برضو جدا جدا. كرة اوروبيه، صغيرين في السن، صراع جدا جدا، دفاعا وهجوما، لياقه بدنيه. اخر 5 دقايق وقت ضايع، اللعيبه بتلعب كأنها لسه صاحيه من النوم حالا. فالاهلي عنده اختبارين اقوياء جدا. الاختبار الاقوى هو بالميراس الاول، الاختبار الاقل قوه بورتو، بس مش اقل قوه يعني اقل قوه من بالميراس. انما الفرقتين طبعا اقوى من انتر ميلان يعني، من انتر ميامي يعني. انا شايف ان الفرقتين هيكسبوا انتر ميامي، الا لو حصل مفاجاه بقى من ميسي او توفيق يعني غير طبيعي. انما المنطقي الفرقتين هيكسبوا انتر ميامي. فهو المنطق بيقول ان الماتش جاي صعب على الاهلي، ممكن يخسر. هيبقى الماتش الاخير حياه او موت بقى طبعا يعني، لان بورتو هتكسب انتر ميامي، ده المنطق، وبالميراس يكسب الاهلي، ده منطق العقل يعني. بس مفيش حاجه مستحيله، مفيش حاجه صعبه، ممكن الدنيا تقلب، ممكن انتر ميامي يكسب، ممكن الاهلي يكسب، او يتعادل يعني. الماتش الاخير بقى حياه او موت مع بورتو بقى يعني. هيبقى بورتو معاه 4 نقط والاهلي نقطه، وبالميراس اكيد هيكسب انتر ميامي. بالميراس هيبقى اول مجموعه، الاهلي وبورتو هيخبطوا في بعض جامد جدا على المركز الثاني. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله، وكلها ايام ونتفرج على اللقاءين يعني ان شاء الله باذن الله، بورتو مع انتر ميامي والاهلي مع بالميراس.